في ناس كتيرة قوي مش مهتمية بحوار النوم ده، شايفينه ان هو حاجة عادية كده، يعني نمت شغال ما نمتش شغال. في ناس بتنام 10 ساعات و12 ساعة، وفي ناس بتنام 3 ساعات و4 ساعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهمية النوم، أول حاجة لازم تعرفها ان النوم مهم في حياتك زي اي حاجة مهمة في حياتك. النوم ده الصيانة اللي بتحصل في جسمك وانت نايم، واللي بتحصل في عقلك الصيانة اليومية. النوم ده يعني من اهم الحاجات حرفيا اللي بتحصل في حياتك كل يوم وانت نايم. النوم بيشيل السموم اللي اتجمعت في دماغك طول اليوم. النوم بيعالج اي حاجة ضايقتك طول اليوم. مش انت لما بيحصل لك اي مشكلة او اي حاجة، لما بتنام وتصحى بتلاقي الموضوع اريح شوية من امبارح او اهدى شوية من امبارح؟ ما كل ده بسبب النوم. قلة النوم بتعمل تراكم سموم، وبتعمل ضعف تركيز، وبيعمل تشوش ونسيان، وبعد كده بيجي امراض تانية زي امراض عصبية وامراض نفسية، وبعدين خلل في مستويات الضغط والسكر وغيره كتير. طب في ناس بتنام وبرضه بتصحى مرهقة، ليه بقى؟ ده لسببين. السبب الاولاني انك وانت نايم بتعدي ب3 او 4 مراحل. لو انت صحيت في المرحلة اللي هي النوم العميق، يبقى انت كده مهما نمت هتصحى تحس ان انت تعبان وعايز تنام تاني. في برنامج اسمه سليب سايكل، البرنامج ده بيصحيك في المرحلة بتاعت النوم الخفيف عشان تصحى تحس ان انت فايق. الحاجة التانية او السبب التاني وهو جودة نومك. مش مركز على جودة نومك خالص، ودي اهم حاجة في الموضوع. يعني ما ينفعش تشرب اي حاجة فيها كافيين قبل ما تنام على اقل ب8 ساعات، وحاول ما تاكلش قبل ما تنام بساعتين، وحاول ما تتعرضش للضوء قبل ما تنام على الاقل بساعة. في ناس كتير قبل ما بتنام على طول ماسكة التليفون. النوم من اهم العناصر التلاتة للصحة، اللي هما النوم والرياضة والاكل. النوم بيحافظ على الذاكرة وبيحسن المود، وبيعمل استشفاء لعضلات جسمك، وبيقوي المناعة، وبينظم كمان الهرمونات، فلازم تنام كويس. الأبحاث أكدت إن قلة النوم بتأثر على منطقة القرارات والتفكير، والنوم أصلا مسؤول عن ضبط الهرمونات في جسمك، بالذات الهرمونات بتاعت الشبع والجوع. قلة النوم بتعمل حاجات كتيرة قوي تضر جسمك. قلة النوم يعني جوع أكتر، تخزين دهون، تقلبات مزاجية. بتصحى تلاقي نفسك جعان ومتوتر ومزاجك مش أحسن حاجة ومش عارف ليه. ما ده بسبب السهر والنوم اللي مش كفاية، والنوم الصبح والسهر طول الليل. الكلام ده كله مش كويس. لازم تعرف ان النوم حاجة اساسية زي الاكل والشرب. عود جسمك على ميعاد محدد تنام فيه وتصحى فيه، حتى في الويك اند. ولازم تبعد قبل ما تنام بساعة على الاقل عن شاشة الموبايل او الكمبيوتر، لانهم بيطلعوا بلو لايت. الضوء ده بيخدع مخك ان انت لسه في النهار، فلما تيجي تنام بتقابل مشكلة كبيرة. ولازم تربط السرير ده بالنوم بس، لان في ناس واخدة السرير ده كل حاجة، اكل وشرب وشغل ونوم. يعني اعمل لك مكتب كده وكرسي، دول ذاكر عليهم اشتغل عليهم، اعمل فيهم اللي انت عايزه، لكن السرير يعني خليه للنوم بس. خليك عارف ان الشخص اللي ما بينامش كويس بيبقى سريع الانفعال، ودايما مضطرب، ودايما متضايق ومكتئب، وقراراته عشوائية، وما بيعرفش يتحكم في مشاعره خالص، ولا بيعرف يحل مشاكل. والناس اللي بتحب الشغل بالليل، يعني مثلا هو في شغل 3 شفتات في اليوم، هو بيختار الشفت بتاع بالليل. ما ده برضو مش حاجة كويسة انك تشتغل بالليل وتنام الصبح. ربنا خلق الصبح عشان نشتغل فيه، والليل عشان ننام فيه. فاللي هو اللي انت بتعمله ده بيبوظ الساعة البيولوجية في مخك. خلي بالك من نومك، لان هو الوقود اللي بيشغلك طول اليوم. مفيش انتاجية ولا نجاح ولا تركيز ولا حتى صحة من غير نوم كويس.
اوعى تضحي بالنوم عشان اي حاجة، لو ضحيت بالنوم يبقى انت ضحيت بكل حاجة. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.